ضرب العدد 3491. استخدم الآلة الحاسبة واشوف كم الناتج. طيب 4.35 ضرب 3491. الناتج لاحظ هنا الناتج 15185.85. طيب الناتج يكون بهذا الشكل 15185.85. السؤال يقول هنا وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. 85 إذا قربناه لأقرب عشر، 85 بين 80 وال90 فهي أقرب إلى 90. إذا 85 ستكتب 15185.90 أو فاصلة 9. قربنا 85 إلى 90. هذا الناتج النهائي. طيب سؤال أيضا، أوجد 3.2% من 40. كيف نكتب 3.2%؟ نحرك الفاصلة باتجاه اليسار خطوتين، 1 2. لاحظ معي بعض الطلاب قد يكتب 3.2% بهذا الشكل، هذا خطأ، هذا خطأ. طيب كيف نكتبها؟ نحرك الفاصلة باتجاه اليسار خطوتين. لاحظ معي الفاصلة كانت بين 2 و3 صح ولا لا؟ إذا حركنا باتجاه اليسار خطوتين، هذه الخطوة الأولى هنا والخطوة الثانية راح تكون هنا، إذا يكتب 0.032 ضرب 40. طيب استخدم الآلة الحاسبة فأقول 0.032. لاحظ ضرب 40. الناتج 1.28. طيب بما أنه بعد الفاصلة 28 نريد أن نقرب إلى أقرب عشر. 28 بين 20 و30 نقربها إلى 30 أقرب. الناتج راح يكون 1.28. نقرب 28 إلى 30 فتكون 1.3. طيب مثال آخر، أوجد 75.2% من 130. كيف نكتب 75.2%؟ نحرك الفاصلة باتجاه اليسار خطوتين، 1 2 فتكون فاصلة على يسار 7 بهذا الشكل، 0.752 ضرب 130. الناتج أيضا باستخدام الآلة الحاسبة سيكون 97.76. طيب نقرب 76 إلى أقرب عشر. 76 بين 70 و80 وهي أقرب إلى 80 فتكتب 97.8. مثال هنا أيضا يقول أوجد 4/5% من 500. 4/5% ماذا تمثل؟ استخدم الآلة الحاسبة وشوف كم تمثل 4/5%. 4/5. 4/5 معناه 0.8. إذا 4/5 تعني 0.8 ضرب 500. الناتج سيكون 400. إذا حولنا هذا الكسر إلى عدد عشري باستخدام الحاسبة. طيب المثال الأخير أو السؤال الأخير في هذا الدرس يقول إذا كان معاذ يصيب الهدف من 60% من الكرات التي يسددها، فكم مرة يصيب الهدف إذا رمى 5 كرات؟ معاذ سيرمي 5 كرات على الهدف، نسبة إصابة معاذ للهدف 60%. طيب كم مرة سيسجل معاذ إذا كانت نسبة إصابة 60%؟ معنى هذا الكلام أننا نوجد 60% من 5. طيب نوجد 60% من 5، نكتب 60% على صورة عدد عشري وهي 0.6 ضرب 5. استخدم الآلة الحاسبة سيكون الناتج 3. إذن معاذ سيصيب الهدف 3 مرات إذا رمى الكرات 5 رميات، يعني معاذ راح يسجل 3 أهداف من 5 كرات سيسددها. في نهاية الدرس نتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة للطالب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.